واحدة من الحاجات اللي فرقت معاكم جدا فكرة الحلقات اللي بيبقى اسمها قصة قبل النوم، لانه واضح ان البني ادم فعلا بيفرق معاه جدا القصص وبيتعلم من القصص. ولغاية دلوقتي كتير اقابل ناس تقولي قصة الجيم، قصة مش عارفة ايه لما حصل معاه ايه. وانا فعلا من سنين قريت كتاب وفاكرة ان الكتاب ده كان عبارة عن اعتقد 12 صورة، ولغاية النهاردة انا ممكن اسمع الكتاب لاني فاكرة كويس قوي الصورة، والصورة كانت ايه القصة اللي وراها. هنبدأ مجموعة حلقات اسمها قصة صورة، يعني هنحكي القصة بتاعت صورة. النهاردة هتكون أول حلقة بنتكلم فيها على الفيل قليل الحيلة. ايه قصة الفيل قليل الحيلة؟ يبقى اعتقد يعني معرفش كام حد لما بيدخل السيرك بيستغرب ازاي الحيوانات دي مؤدبة قوي كده. يعني انا فعلا لما بروح ازور اماكن بيبقى فيها شوهات للحيوانات ببقى حاسة هو ازاي الحيوان ده مقتنع ان الانسان اقوى منه مثلا، او انه ينفع يخضع له بالشكل ده وياكل في مواعيد ويقوم في مواعيد وهو اساسا ممكن ياكلهم. والحقيقة انه في فعلا اوقات الحيوانات دي بتاكل اللي بيدربوها. طيب ليه في حيوانات بتسمع الكلام؟ اتاري ان هم ممكن يعلموا الحيوان قلة الحيلة. النهاردة هنتكلم على الفيل بالذات. في مشهد من المشاهد سألوا صاحب السيرك هو انت ازاي يعني حجمك ما يجيش قد رجل الفيل والفيل يسمع كلامك، والفيلة كلها واقفة كأنها في مدرسة، كأنها في كلاس، كل واقف ما يتحركش مكانه، المدرب يعمل له كده يرفع رجله، المدرب يعمل له كده ينزل رجله. فسألوا صاحب السيرك هو انت ازاي مسيطر بالطريقة دي على الفيلة بتاعتك؟ فقال لهم ما اقدرش اعمل ده لما الفيل يكبر، انا اقدر اعمل ده لما الفيل يتولد. اول ما الفيل يتولد بنحط له رباط او يعني جنزير كده حديد بنحطه حوالين رجلين الفيل. وبما ان الفيل لسه صغير لما بيجي يحاول يطلع رجليه شوية بيلاقي انه اضعف كتير من انه يعرف يحرك رجليه من الحديدة دي او ان هو يكسرها، اللي هو الجنزيرة الحديدة دي. فبعد شوية لما الفيل بيكبر بيكون اتعلم قلة الحيلة، فما ما بيرجعش تاني يجرب هو بيعرف ولا مش بيعرف، هو خلاص اتعود انه قليل الحيلة وان الرباط ده او ان الحاجة اللي في رجله دي اقوى منه بكتير. عارفين ايه اللي يزعل؟ ان بعد شوية لما الفيل بيكبر مش بيحط حواليه حديد، بيحط حتة قماشة كده، حتة رباط صغير حوالين رجليه. واتاري يا عيني الفيل الغلبان قليل الحيلة فاكر انه لسه ضعيف وانه لسه صغير. القصة دي عايزين نطلع منها بدرس مهم جدا ليه علاقة بالمعتقدات وليه علاقة بإحنا اتعلمنا إيه عن نفسنا وإمتى. ناس كتيرة من وهي صغيرة اتعلمت إنه غلط إني أعبر عن صوتي، أو كانت الخبرة اللي عدوا بيها إنه الجنس ده حاجة مقرفة وحاجة وحشة جدا. ناس تانية عدت بخبرة إن هم ضعاف وإن هم ملهمش قيمة. الحاجات اللي إحنا عدينا بيها كانت عاملة بالظبط زي الرباط اللي اتحط في رجلين الفيل أول ما اتولد، الحديد. كنا صغيرين ومش عارفين نصحح الفكرة دي ومش عارفين هو احنا نقدر ولا ما نقدرش، بس بما ان الكبار قالوا لنا ان احنا ما نقدرش او ان احنا اغبياء او ان احنا انانيين او ان احنا ما بنعرفش نحب حد او ان احنا ما بنعرفش نركز، بنكبر مقتنعين باللي قالوه لنا، مع ان اللي احنا عدينا بيه ده كانت مجرد خبرة فردية مش هي دي الحقيقة. احنا لو جينا النهاردة وفكرنا كويس انا ايه اللي يمنعني انه انا اركب طيارة، ايه اللي يمنعني ان انا اقف اقدم محاضرة قدام الناس، ايه اللي يمنعني ان انا العب مع كلب، ايه اللي يمنعني انه انا اواجه حد بحبه بحاجات مزعلاني، هتلاقي ان انت النهارده كبرت وان انت تقدر تتغلب على قلة الحيلة اللي عندك في مواقف معينة نتيجة خبرة انت عديت بيها. فعايزين نتعلم من درس الفيل انه الفيل لغاية النهاردة عايش مصدق الفكرة القديمة ان هو اضعف كتير من الحبل اللي محطوط حوالين رجليه. الحبل بقى قماش والفيل كبر وينفع بحركة قد كده يتحرك من المكان بتاعه، بس هو اتعلم قلة الحيلة. النظرية دي في السايكولوجي بيسموها فعلا الهيلبلسنس، يعني الليرند هيلبلسنس، يعني انه بيتم تعليم الانسان انه يكون قليل الحيلة. كل تجربة عدينا بيها في الصغر وما رجعناش تاني قيمناها النهاردة وشوفنا ازاي احنا نقدر نتعامل معاها ونصححها، هتفضل بالنسبة لنا تجربة سلبية علمتنا حاجة غلط عن نفسنا، واحنا عايشين كل يوم بنصدق الفكرة الغلط دي عشان خاطر ما رجعناش وجربنا نغير الواقع بتاعها او نابديت نحدث المعلومات اللي دخلت بالنسبة للتجربة دي في وقت ما في حياتنا. خليك شجاع، ما تفضلش قليل الحيلة، غير في المعتقدات بتاعتك، اقرأ عن نفسك، اتعلم عن النفس البشرية، راجع افكارك، راجع اللي بتقوله لنفسك عشان تكون حر وطليق مش محبوس وقليل الحيلة.